ساعات بنقرر ان احنا نشتغل على نفسنا عشان نحسن ظروفنا ونشتغل في اماكن، لكن ساعات بنكتشف ان الاماكن دي مليانة اسرار، وفي حالتي الاسرار دي كانت مرعبة جدا. انا جاية النهاردة علشان احكي لكم حكايتي. انا سماح، عندي 27 سنة، لسه انسة، لسه نصيبي مجاليش. انا تعليمي دبلوم صنايع، وبعد ما خلصت فضلت سنة مستنية نصيبي، وبعديها قررت ادخل معهد التمريض واطلع منه اشتغل في اي عيادة او مستشفى، يعني علشان احسن من مستوى الدخل بتاعي ومستوى معيشتي. وفعلا دخلت معهد التمريض 2 سنين، وبعد ما اتخرجت من المعهد فضلت فترة بدور على شغل لحد ما لقيت فرصة كويسة جدا، شغل في مستشفى خاصة. بس دي ما كانتش اي مستشفى، دي كانت مستشفى الامراض العقلية. قابلت مدير المستشفى ومسكت في الوظيفة، فتعينت ممرضة في قسم معين هناك، وردية بالليل. بس كان في حاجة غريبة، ان المفروض القسم ده يكون فيه اكتر من ممرضة، لكن ما كانش فيه غيري انا والممرضة بتاعة الوردية بتاعة الصبح، اسمها منال. دي كانت ماسكة شفت النهار وانا ماسكة شفت الليل. وقتها حاولت اغير الميعاد بس ما نفعش، كان صعب جدا في الوقت ده، لان ما كانش فيه ولا ممرضة من الممرضين رضيت تكون مكاني، معرفش ليه. ففي الاخر استسلمت وقلت يا بنت كل عيش وخلاص، كويس اصلا انك لقيت الوظيفة. قابلت المشرف وفهمت منه اعمل ايه، وايه الاماكن اللي المفروض اروحها، وايه الاماكن اللي ممنوع حد يقرب منها خالص. وكان في اوضه في اخر الطرقه، قال لي الاوضه دي ممنوع تحاولي تقربي منها او تدخليها نهائي باي شكل من الاشكال، مهما حصل ومهما سمعتي جواها اوعي حتى تفكري تقربي منها. فالفضول خدني كده وسالته، قلت له بس يا استاذ فؤاد هي الاوضه دي مالها يعني وفيها ايه؟ رد عليا وقال لي مش شغلك. وفعلا ما خدتش في بالي بعدها وبدأت شغلي. وبصراحة الشغل في المستشفى كان متعب قوي، والمرضى طول الوقت زعيق وصريخ وحاجة يعني استغفر الله العظيم. أنا مش عارفة إيه اللي رماني على الهم ده، بس يلا ما باليد حيلة، الظروف عايزة كده والعيشة بقت صعبة. عدى أول أسبوع عادي، وتاني أسبوع بدأت تحصل حاجات غريبة. في مرة كنت بريح في الأوضة الخاصة بالممرضين، حسيت إن في صوت جاي في الممر بره، قلت اطلع اشوف في ايه احسن يكون حد من المرضى بيحاول يهرب ولا حاجه. طلعت من الاوضه لكن ما لقيتش اي حاجه غريبه، امال ايه الصوت ده بس؟ دخلت الاوضه تاني، لكن يا دوب لسه بقعد على السرير لقيت صوت صرخه قويه جدا. قمت اجري وانا مخضوضه، قلت اروح اطمن على المرضى بنفسي. فتحت كل الاوض لقيت المرضى كلهم نايمين، والوضع طبيعي لان اصلا الدكتور اللي بيشرف عليهم بيديهم مهدئات بالليل عشان يعرفوا يناموا. وصلت لاخر اوضه اللي كان جنبها الاوضه المقفوله اللي المشرف حذرني ان اقرب منها. اطمنت ان مفيش اي حاجه فرجعت لاوضتي تاني، بس كنت حاسه وانا ماشيه في الطرقه كأن في حد ماشي ورايا، لكن لما اتلفت ابص ورايا ما لقيتش حاجه خالص. بس الصراحه قلبي انقبض. المهم فتحت باب اوضتي ودخلت، وبعديها بحوالي نص ساعه باب اوضتي خبط. قمت من النوم لمحت زي رجلين كده واقفه تحت عقب الباب. قلت في بالي يمكن حد من العمال اللي تحت جاي محتاج حاجه ولا حاجه، او حتى جاي بينظف. ففتحت الباب، لكن الغريبة إني ما لقيتش حد. وقتها حسيت بخوف جامد جدا واستعذت بالله من الشيطان الرجيم. لكن في اللحظة دي شفت خيال عند السلم، فمشيت وراه أشوف مين الخيال ده وبيعمل إيه هنا. ولما وصلت لآخر الممر النور قطع والدنيا كلها بقت ضلمة كحل، لدرجة إني ما كنتش شايفة حاجة خالص. وفجأة شفت نور جاي من بعيد، شفت بنت بس ملامحها ما كانتش باينة قوي، كانت ماشية وماسكة شمعة في إيديها. حاولت أنادي عليها عشان أعرف مين هي البنت دي، لكن الغريب ان صوتي حتى ما كانش طالع. فكرت في الاول انها ممرضة لان ملامحها ما كانتش باينة قوي في الضلمة. فضلت البنت دي ماشية لغاية ما وصلت عند الباب بتاع الأوضة المقفولة، وفجأة اختفت. وانا ساعتها كنت في ذهول شديد ورعب وصدمة، حاسة اني بموت من الرعب. هو ايه اللي بيحصل ده ومين البنت دي؟ فجأة النور رجع تاني، رحت قربت من الأوضة دي بس ما لقيتش في حاجة، ما لقيتش اي حاجة خالص. نزلت على ركبتي ووطيت علشان ابص من الفتحة اللي تحت عقب الباب. الدنيا كانت ضلمة خالص والوضع طبيعي. قلت يمكن بيتهيألي ولا حاجة، ما هو مفيش تفسير منطقي للي حصل ده. رجعت تاني على اوضتي، وعدت الليلة دي بطلوع الروح وطلع الصبح الحمد لله. وسلمت الشفت لزميلتي منال، كنت عاوزة أسألها على اللي حصل ده لأنها هنا من زمان، أكيد هتعرف وهيكون عندها تفسير للي حصل معايا، بس مش عارفة ما حكيتلهاش. حسيت إن في حاجة جوايا بتقولي اسكتي، يمكن خفت ما تصدقنيش أو تتهمني إني مجنونة ولا حاجة. روحت البيت وانا مهدود حيلي حرفيا، وما كنتش نايمه خالص زي ما انتوا عارفين، فكنت بنام على نفسي. سلمت على اهلي ودخلت على طول جري على اوضتي، نمت على طول. بس يومها شفت حلم غريب قوي، شفت بنت جميله قوي بتستغيث بيا. كنت سامعه صوتها وهي بتقول لي الحقيني طلعيني من هنا، عايزه اخرج.
قمت مخضوضة من الحلم ده، استعذت بالله من الشيطان الرجيم وبصيت في التليفون بتاعي، لقيتها الساعة 3 العصر. قلت يا كل ده نوم، اما الحق بقى اقوم اكل لقمة واجهز نفسي علشان استلم الشيفت بتاعي. كانت بدايته الساعة 5 المغرب. قمت وانا دماغي هتنفجر من التفكير والحلم اللي انا شفته ده. اخدت مسكن للصداع واكلت وجهزت نفسي، ولما قربت من الشارع بتاع المستشفى لقيت الدنيا كلها مقلوبة والشرطة في كل مكان. قلت يا ساتر يا رب، في ايه بس اللي حصل؟ كنت بسأل الناس في الشارع بس ما كانش حد بيرد عليا، لغاية ما وصلت المبنى اللي أنا كنت شغالة فيه. لقيتهم مطلعين كل المرضى ونقلينهم، ولما قربت قلت أدخل أشوف في إيه. بس كانت الصدمة، البنت اللي جاتلي في الحلم كانت غرقانة في دمها. بس الدم ده كله جه منين؟ مش باين إنها مجروحة في جسمها أي جرح. قربت من جثة البنت دي، والغريب إن محدش من الشرطة ولا اللي موجودين منعني. وفجأة الجثة فتحت عينيها وكان لونها أبيض، وفجأة مسكت إيدي وانا فضلت اصرخ واصرخ. وبعدها صحيت من النوم الحمد لله على صوت امي وهي بتصحيني، وكانت حضناني وبتحاول تهديني وبتقولي مالك يا سماح يا بنتي، مالك بس بتصرخي كده ليه؟ بصيت لها وما كنتش عارفه فعلا اقول لها ايه. ازاي كل ده حلم وانا حسيته كانه واقع، كانه حقيقي؟ قلت لماما كابوس كابوس يا ماما، وقمت من مكاني كأن الشريط بيتعاد من اول وجديد. الساعه 3 العصر جهزت نفسي عشان الحق الشغل، يا دوب الحق استلم الشيفت بتاعي. وبمجرد ما دخلت المستشفى الدنيا كلها كانت مقلوبة. سألت المشرف هو في ايه وفي ايه اللي بيحصل هنا؟ قال لي ان في مريضة هربت من المستشفى واهلها جم عملوا مشاكل وجابوا الشرطة، بس للأسف الشرطة فرغت كاميرات المراقبة، وكان من الواضح انها هربت مع الدكتور اللي كان بيتابع حالتها وهو اسمه الدكتور محمد، وكان مهتم جدا بالحالة دي، واختفوا هما الاتنين، وكاميرات المراقبة ما قدرتش توصل لأي حاجة. استغربت جدا من الكلام اللي سمعته، ازاي في دكتور يعمل كده ويخالف المهنة بتاعته؟ شوية ودخل مدير المستشفى، كان متعصب جدا وبيزعق، وقال لهم دي مش مشكلتنا، بنتكم هربت مع الدكتور محمد، دوروا عليها، احنا مش مسؤولين عن اللي حصل. الام طبعا كانت منهارة وبتقول بنتي مريضة نفسيا، ازاي هتعمل حاجة زي كده؟ انتوا اكيد عملتوا فيها حاجة. وكانت قاعدة تزعق وتصرخ انا عايزة بنتي، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. وطبعا بعد حوارات كتير مدير المستشفى في الاخر طردها بره المستشفى، والست صعبت عليا الصراحة، ربنا يعينها على اللي هي فيه، والموضوع انتهى على كده. المهم رحت استلمت الشيفت بتاعي زي كل يوم، لكن في اليوم ده بالذات سمعت خبط في الأوضة المقفولة، خبط من جوه. فكرت انزل اسأل المشرف بقى ايه اللي بيحصل بالظبط. المهم نزلت ليه وقلت له ممكن اتكلم مع حضرتك؟ قال لي اتفضلي. قلت له بدون مقدمات، انا شفت حاجات غريبة، وحكيت له اللي بيحصل معايا بالظبط. لقيت وش الراجل جاب الوان وقال لي بصوت تحذيري لو عايزة تاكلي عيش يا سماح خليكي في حالك احسن. قلت بس اكيد كده في سر في الموضوع، وانا كده كده هعرفه. وانا ماشية من عنده لفت نظري سلم نازل لتحت، كان اول مرة اشوفه. سألته هو في قسم تاني تحت؟ زعق وقال لي هو تحقيق ولا ايه؟ يلا اتفضلي يا هانم روحي شوفي شغلك. اتخضيت وطلعت اجري لفوق، لكن وقتها كان كل اصرار ان اعرف الحقيقة كلها. بس هبدأ ازاي ومنين؟ لازم ابدأ بالسر بتاع الأوضة اللي موجودة في المبنى اللي انا بشتغل فيه، بس هعرف افتحها ازاي؟ دي صعبة قوي. قلت في نفسي ان شاء الله هلاقي حل. وبعديها بكام يوم عينوا ابن مدير المستشفى مكان الدكتور محمد اللي اختفى. كان شاب وسيم جدا وانا شفته من بعيد، بس حسيت ان اول ما شفته قلبي دق بسرعة. بس رجعت فوقت نفسي تاني وقلت فوق نفسك يا بنتي يا سماح، هو هيرضى يبصلك؟ ده ابن مدير المستشفى، خليكي في اللي شبهك. المهم هو برضو كان شغال في الشيفت اللي انا كنت شغالة فيه، كان بيمر على المرضى بس في الفترة بتاعت بالليل، ومتابعهم لانه دلوقتي بقى مسؤول عن المبنى كله بكل المرضى اللي فيه. كنت بحسه شخص غامض ومش سهل. وفي ليلة من الليالي مريضة قامت عليها حالة صرع وكانت بتصوت جامد قوي، فرحت ساعتها وجريت على الدكتور آدم اللي هو ابن مدير المستشفى ده، خبطت عليه وقلت له الحق يا دكتور في مريضة تعبانة جدا، وطلعنا نجري عليها واخدنا ممرض تالت معانا. البنت كانت حالتها صعبة قوي وكانت بتنادي وبتقول رحمة ماتت، وانا شفتها. رحمة دي البنت المريضة اللي هربت مع دكتور محمد، بس ازاي هي بتقول كده وشافتها ازاي؟ طبعا دي مريضة محدش هيصدقها، بس كنت حاسة ان في حاجة. الدكتور آدم اداها إبرة مهدئة، وفعلا بعد وقت طويل البنت نامت وهي بتقول رحمة اتقتلت. بعد ما اطمنا عليها كل واحد فينا راح على اوضته، والدكتور آدم قال لي من وقت للتاني ابقى اتابعها واطمن عليها، ولو حصل اي حاجة ابقى ابلغه. فعلا كانت ليلة صعبة جدا، ويدوب بعيني غفلت شوية شفت نفس الحلم تاني. البنت اللي شفتها قبل كده كانت ماشية ناحية الأوضة المقفولة، وفجأة بصت لي، بس عيونها كانت كلها بتنزل دم كأنها بحر. وفجأة صحيت على صوت خبط الباب، قمت فتحت لقيته الدكتور آدم، لقيته بيسألني عن المريضة. قلت له انها كويسة ومحصلش اي جديد من ساعة ما سابها، بس حسيت انه ساعتها عايز يقول لي حاجة ومتردد.
سألته مالك يا دكتور آدم، في حاجة عاوز تقولها لي؟ لقيته بيسألني هو انت يا سماح بتشوفي حاجات غريبة هنا؟ استغربت جدا من السؤال بتاعه. لقيته بيقول لي انا هتكلم معاكي بصراحة، انا من ساعة ما جيت القسم ده ومن اول ليلة وانا بشوف بنت بتقف عند الأوضة اللي هناك دي وشاور عليها. وكمل وقال لي وفجأة وبلاقيها اختفت. اتصدمت من اللي سمعته منه وقلت له يا دكتور آدم انا كمان بشوف كده. ولما سألت المشرف قال لي اوعي تقربي من الأوضة دي وخليكي في شغلك. فكمل دكتور آدم وقال لي اكيد في سر ورا الموضوع ده وانا لازم اعرفه، وخصوصا ان المريضة رحمة انا مش مصدق صراحة انها هربت. قلت له يا دكتور والله وانا كمان حاسة ان في حاجة غلط في الموضوع ده، بس انا يا دوب حتة مريضة وملهاش ظهر، لو اتكلمت هيتقطع عيشي. لقيته بيقول لي ما تقلقيش محدش هيقدر يقرب منك. كمل وقال لي انا مش هرتاح غير لما اعرف كل حاجة ومين البنت دي، ولازم اعرف سر اختفاء رحمة ايه، بس هكون محتاج لك معايا يا سماح. قلت له حاضر يا دكتور، وكنت حاسة بسعادة ان الدكتور آدم اخيرا اتكلم معايا، وصراحة كنت مطمنه له جدا. نمت وانا بفكر في اللي بيحصل، وعلى الساعة 5 الصبح سلمت الشيفت بتاعي، وانا مروحة قابلت الدكتور آدم على السلم واداني رقم الفون بتاعه عشان اتواصل معاه. وانا نازلة وقفت شوية عند البدروم، سمعت صوت خبط ورزع، وفجأة شفت مدير المستشفى واقف هناك، شخط فيا وقال لي انت واقفة هنا بتعملي ايه؟ يلا اتفضلي روحي على شغلك. قلت له لا لا ابدا مفيش، وطلعت اجري من قدامه. وهنا اتأكدت ان في سر كبير جوه البدروم ده غير اللي شفته في الأوضة المقفولة. روحت على البيت وفضلت افكر، طلعت رقم دكتور آدم واتصلت بيه وقلت له على اللي شفته. قال لي تمام نتقابل ان شاء الله بالليل وهنبقى نشوف ونخطط مع بعض هنعمل ايه. عدى اليوم عادي مفيش اي احداث لغايه ما رحت المستشفى. اول ما رحت قابلت الدكتور آدم، لقيته متعصب جدا غير كل مره. سالته في ايه وايه اللي حصل، قال لي انهم نقلوا المريضه بتاعت امبارح اللي كان عندها صرع لمستشفى تانية من غير حتى ما يعرفوه. انا استغربت لان هو المفروض المشرف على الحاله وهو اللي المفروض يؤمر انها تفضل او تتنقل. المهم عدت ساعات من الشغل والمتابعه لغايه ما جه الليل. مريت على اوضه المرضى واطمنت عليهم، بس سمعت صوت غريب، صوت جاي من شباك من شبابيك المستشفى. بصيت ولقيت عربية نازل منها كذا شخص وكان باين عليهم التوتر والقلق. فروحت جري على دكتور آدم علشان أعرفه اللي بيحصل، ونزلت أنا وهو جري عشان نتفرج. وقفنا في مكان بعيد علشان محدش يشوفنا وياخد باله مننا. وكانت الصدمة لقينا كام شخص طالعين من الباب الخلفي بتاع المستشفى وكانوا شايلين صندوق كبير قوي حطوه جوه العربية. وبعديها بشوية خرج مدير المستشفى وسلم على شخص منهم ما كانتش ملامحه باينة قوي. الشخص ده اداله شنطة وكان مدير المستشفى مبسوط وفرحان قوي بالشنطة دي. بعد ما المشهد انتهى دكتور آدم قال لي يلا نطلع بسرعة احسن حد ياخد باله مننا. فطلعنا فعلا واحنا مش فاهمين حاجة ولا ايه اللي بيحصل ده. المهم طلعنا انا وهو عند الأوضة المقفولة ودكتور آدم قال لي يلا دلوقتي هنفتحها. قلت له ازاي؟ قال لي ما تقلقيش انا هتصرف وعامل حسابي. وطلع ازازة، الازازة دي كان فيها مادة، قال لي المادة دي لو حطيناها على الحديد هيدوب. وفعلا كب شوية منها على القفل اللي كان قافل الأوضة، وخلال دقايق القفل ده لقينا اتفتح. قال لي انا هدخل جوه اشوف ايه اللي في الأوضة دي وانتي راقبي لي الممر، لو حد جه ابقي نبهيني. بس انا اصريت ان انا ادخل معاه لاني بصراحة كنت عايزة اشوف ايه اللي موجود في الأوضة دي من زمان. دخلنا والأوضة كانت عادية جدا كلها كراكيب قديمة وتراب، بس لفت نظري صندوق كبير قوي. فرحت ناحيته لقيته مقفول بقفل كبير. ندهت على الدكتور آدم قال لي انا هكسر القفل ده، بس انتي بصي بره كده احسن حد يسمعنا ولا حاجة وانا بكسر القفل. المهم حط عليه برضو المادة اللي كانت في الإزازة دي علشان يسيح الحديد. وبعد شوية القفل اتفتح ولسه بنفتح الصندوق طلع منه ريحة بشعة لدرجة ان احنا بعدنا على الصندوق انا وهو ما قدرناش نستحمل الريحة دي. وبعد ثواني معدودة قربنا انا وهو تاني علشان نبص ايه اللي جوه الصندوق ومسبب الريحة البشعة دي، بس لقينا كارثة. جثة، كان في جثة جوه الصندوق. الجثة كانت متحللة تماما بس واضح انها كانت جثة بنت. ولقيت جنب الجثة دي فلاشة وصورة. مديت ايدي علشان اخدهم بس حسيت فجأة ان ايد البنت دي خبطت في ايدي وانا بمد ايدي علشان اخد الفلاشة والصور. طبعا صرخت غصب عني واتنطرت لورا. الدكتور آدم سألني برعب في ايه اللي حصل؟ قلت له والله العظيم الجثة خبطت في ايدي. قال لي اهدي بس تلاقيك انت اللي خبطت فيها، اوعي وانا هجيبهم. وفعلا مد ايده واخد الفلاشة والصورة. ببص على الصورة لقيتها هي نفس البنت اللي انا كنت بشوفها في الحلم. معرفناش نتصرف ازاي، صورنا كل حاجة الصندوق والجثة وخرجنا بسرعة قبل ما حد يجي. الدكتور آدم كان جايب طبعا قفل جديد وعمل حسابه عشان بعد ما نخلص نقفل الأوضة تاني عشان محدش ياخد باله ان احنا فتحناها. وبعد ما خلصنا رحنا على الأوضة بتاعته وهو جاب اللاب بتاعه وفتحه علشان نشغل الفلاشة ونشوف هي عبارة عن ايه. شغلنا الفلاشة وكانت عبارة عن لقطات من كاميرات المراقبة.
كل التفاصيل اللي صدمتنا حرفيا من أبو آدم مدير المستشفى. كان بيتحرش بالمريضة دي، وهي طبعا كانت بتصده يا عيني، لحد ما في يوم دخل عليها الأوضة وحاول يعتدي عليها، وعلشان طبعا خاف من صوتها كتم نفسها، وفجأة البنت دي ماتت. لكن هو برضه للأسف ما اكتفاش بكده، واعتدى عليها حتى وهي ميتة، وصور كل اللي عمله ده. وبعديها كلم حد وقال له بقولك ايه، انت كنت طالب مني حاجة معينة وانا عندي المطلوب، جهز فلوسك والتسليم في الميعاد. المشكلة ان هو كان مصور كل حاجة بالتفصيل، مش عارفة ليه حد ممكن يعمل كده ويصور حاجة تدينه وتوصله لحبل المشنقة. المهم اخد جثة البنت وخلاها في الأوضة اللي في البدروم، بس ازاي طلعت الجثة هنا تاني مش عارفة. وبعد فترة طبعا الأوضة دي اتقفلت خالص، وكان ممنوع أي حد يقرب منها. الدكتور آدم دخل في حالة صدمة من اللي أبوه كان بيعمله، وقررنا في الآخر نسأل المشرف عن كل اللي بيحصل ده. وفعلا الدكتور آدم راح واتكلم معاه، وهو طبعا كان رافض يقول ويتكلم في الأول، بس لما الدكتور آدم هدده إنه لو ما قالش كل اللي يعرفه هيتورط مع أبوه، اضطر في الآخر إنه يحكي كل اللي يعرفه. قال لنا إن في مريضة انتحرت في الأوضة دي، ومن وقتها بقى يحصل حاجات غريبة جدا في الأوضة، زي مثلا إن النار تولع في الدور كله وتطفي لوحدها، وخيالات بتظهر وصوت صريخ ساعات. فمع الوقت محدش من الممرضين كان بيرضى يشتغل في الدور ده، لحد ما المدير أمر إن محدش يدخل الأوضة دي أو يقرب منها، ومن وقتها وهي مقفولة. المهم بعد ما خلص المشرف كلامه سابني الدكتور آدم وطلع، وبعد شوية النور قطع. فوانا طالعة على السلم لمحت نور جاي من البدروم، فنزلت ابص اشوف النور ده جاي منين. الدنيا كانت ضلمة جدا، بس في نور كان جوه الأوضة اللي تحت. نزلت ابص من تحت عقب باب الأوضة، شفت رجلين بس ما كنتش عارفة دي رجلين مين. وفجأة لقيت اسورة تخص مريضة كان مكتوب عليها الاسم. مسكتها ولقيتها اسورة المريضة اللي قالوا عليها اتنقلت من المستشفى. وفجأة حسيت بخبطة فوق دماغي، طبعا وقعت من طولي وما حسيتش بالدنيا وقتها. فتحت عيوني لقيتني جوه أوضة غريبة كده زي أوضة التشريح بالظبط. كانت الأوضة دي مليانة تلاجات، والتلاجات دي مليانة بجثث الموتى. وكنت دايخة طبعا في الأول، كنت بفتح عيني بصعوبة. لقيت حد قاعد قدامي بالكرسي ومديني ظهره، وفجأة الحد ده لفلي، كان مدير المستشفى. كنت متربطة وعلى بقي بلاستر، وفجأة أمن على الكرسي بتاعه ومسكني جامد وقال لي انت بقى عاوزة تكشفيني وتضيعي كل اللي أنا عملته؟ أيوة، أنا اللي قتلت رحمة وقتلت الدكتور محمد والمريضة كمان بعد ما كشفوني زي ما حضرتك عايزة تكشفيني دلوقتي، وانت كمان مصيرك هيبقى زي مصيرهم. بس قبل ما موتك هريحك وأقولك أنا هموتك ليه دلوقتي، علشان بعد ما موتك هبيع أعضائك. أيوة، أنا بتاجر في أعضاء البشر، عشان كده هم لما كشفوني أنا قتلتهم، زي ما هقتلك انت كمان دلوقتي. أنا كنت مراقبك من زمان على فكرة، وعارف انت بتعملي ايه، والنهاردة هخلص عليكي، عشان الفضوليين اللي زيك بيكون مصيرهم كده. وفجأة لقيت دكتور تاني داخل عليا، كان أول مرة أشوفه برضه. خدرني، وآخر حاجة فاكراها قبل ما أفقد الوعي إن الدكتور ده كان بيخطط على أماكن بالقلم على جسمي. وبعديها ما حسيتش بحاجة، ولما فقت لقيت نفسي في المستشفى، وكنت حاسة بوجع في بطني. أمي كانت نايمة جنبي، والدكتور آدم كمان كان موجود. ولما سألتهم على الجرح ده جه ازاي في بطني، قالوا لي ما تتعبيش نفسك دلوقتي، ولما تفوقي وتبقي كويسة هنفهمك على كل حاجة. عدى أسبوع وأنا محجوزة في المستشفى، والدكتور آدم في الفترة دي زاد اهتمامه بيا وقربنا من بعض جدا. لما رجعت البيت وكنت شبه خفيت سألته على اللي حصل، قال إن في اليوم ده فضل يدور عليا، ولما ملقانيش سأل المشرف، وبدأوا يدوروا عليا هما الاتنين. ومن حسن الحظ إنهم شافوني وأنا بتخطف وبدخل البدروم. وطبعا دكتور آدم بلغ الشرطة على طول، ولما جم عشان يقتحموا المستشفى كان في فعلا دكتور بدأ في فتح جزء من بطني علشان يستخرج أعضائي، لكن الحمد لله جم في الوقت المناسب. عدت الأيام وكنت أنا وآدم بنقرب لبعض مع الوقت، وبنتابع القضية مع بعض، وكنت دايما جنبه ومقدرة قد إيه هو زعلان على أبوه، بس طبعا لازم يتحاسب على كل الجرائم اللي عملها. وجه ميعاد الجلسة ونطق حكم العدالة بالإعدام. مش هنسى اليوم ده أبدا، آدم كان بينهار حرفيا، بس أنا ما سبتوش وفضلت جنبه لحظة بلحظة، لحد ما في يوم اتفاجئت إنه جه يتقدم لي، وفعلا اتخطبنا وفاضل شهور قليلة على جواز أنا وآدم. وفي يوم من الأيام بعد اللي حصل ده كنت نايمة وحلمت حلم، شفت كل الناس اللي اتقتلوا جولي في الحلم وهم لابسين أبيض وبيبتسموا لي إن حقهم رجع. ودي كانت نهاية القصة. مهما الإنسان ارتكب أبشع الجرائم، ومهما كان ليه سلطة ونفوذ، أكيد عدل ربنا في الآخر هو اللي هيفوز في النهاية. شكرا يا سحر على القصة، وأتمنى تكون عجبتكم، وأشوفكم في قصة جديدة.